ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوات. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. لماذا تقلبين في الأغاني يا قاهرة؟ لماذا أنت حزينة يا قاهرتي؟ عندما تسمعين هذه الأغاني أتذكرك بشيء؟ تذكرني بشبابي وصباي، وما يحزنني ما جار على شكلي، فقد أصابتني الشيخوخة بسبب أحفادي. كنت بلعب واديها، كنت بلعب واديها، وعشان يزيد شوية الكل بيجي عليا، وعشان يزيد شوية الكل بيجي عليا. خلصانة خلصانة خلصانة. جمال القاهرة سيدوم طول العمر ولن ينتهي. ألم تسمعي قول الشاعر: بنت المعز القاهرة حتى الصباح ساهرة، جميلة رقيقة نبيلة مسامرة، ممتلئ ترابها بالنفحات العاطرة. عندما كنت أشاهد وأسمع أغنية أم كلثوم تحسرت على عظمة البناء الذي انتهك في هذه الأيام. لقد أصبحت عبارة عن غابات أسمنتية وعمارات شاهقة بلا جمال وبلا معنى، كتل خرسانية وعشوائيات متلاحقة. لديك حق، هناك بعض المباني القبيحة في العشوائيات يقولون أن الجار من الممكن أن يسلم على جاره الذي يقطن بجواره. هذه ليست بطرفة ولكنها حقيقة. لاحظ أيضا العمارة الإسلامية التي قام بها أبنائي عبر العصور، وهذا ما ذكرتني به أغنية علي الحجار. فكيف لا أتذكر كيف أبدع جوهر الصقلي في رسم كل شبر وكل طريق وكل مبنى وحارة وزقاق ومسجد. لقد أبدع المصريون في فن العمارة، وهذا ما نلاحظه في مباني القاهرة التي تتواجد في وسط المدينة. ما زلت أذكر كيف أن الخديوي إسماعيل كلف علي مبارك ببناء هذه العمارات. فعلا لاحظ أن هناك في أوروبا الشرقية وباريس ولندن وروما تماثل مع بعض هذه العمارة. أظن ذلك. لعل الحكومة هي السبب في هذه العشوائيات التي نشاهدها اليوم ونراها قريبة من الأحياء الغنية. ليست الحكومة وحدها، بل الجشع والطمع هما السبب. فهناك من يريدون بناء أبراج سكنية تحمل الكثير من الناس، والغرض هو المال. أتعلمين ما يحزنني الآن؟ أن فن العمارة انتقل من مدينتك الجميلة إلى مدن الخليج، في دبي مثلا وخلافه، ونحن نبحث عن القبح لكل أسف. الدنيا تبحث عن الجمال، ونحن نملك الجمال الطبيعي ولا نهتم به. يصنع الصانعون وردا، ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. أتعلمين أن الحكومة في القاهرة عندما تقوم بإنشاء مجتمعات سكنية تجدها تضع عشوائيات سكنية، مباني مفتقدة فن العمارة، ومباني مفتقدة الآدمية، ومباني أخرى مفتقدة للخدمات والشكل أيضا. هناك عشوائيات تصنعها يد المواطن مشوهة لمنظري، عزب من صفيح وأكشاك يرتع فيها البلطجية وتتفشى فيها الأمراض المستوطنة. لا أحد يقول لي أن الفقر هو سبب العشوائيات، ولكن السبب الوحيد هو إهمال الحكومة لبناء مساكن آدمية لهم. وحتى لو بنيت هذه المساكن سيغتصبها أصحاب الحظوة والأقارب والسطوة في مدينتك الجميلة ليؤجروها لمن يستحقها أصلا. منظومة فاسدة. دعك من الفساد ونتحدث كيف نتخلص من هذه الكتل الخرسانية التي تقبع في القاهرة وفي أجمل أحيائها. منظر قبيح يحتاج لدراسة معينة لإعادة ترتيبه. أتعلمين، حتى تستعيدي جمالك يا قاهرتي لابد أن تضعي نمطا إجباريا منضبطا للبناء تختص به كل منطقة، ويعتمد على الجمال والشكل والمنظر واللون أيضا.
تقصد أن يكون هناك بناء موحد لكل منطقة بشكل جمالي معين؟ لا أحبذ هذا الكلام، فبعض المناطق التي زرتها حول العالم بنايات عظيمة لا تتشابه في الشكل، ولكن تتنافس في المنظر والقيمة. لكنها مباني الأغنياء، ونحن نبحث ونريد مباني للجميع، طابع تراثي أيضا وبشكل معين. طابع تراثي؟ قل لي ما هي قيمة الطابع التراثي إذا كان سيسوء استخدامه ويهدم؟ إذن فالحل هو إنشاء قاهرة جديدة على مزاجك. مثلي لن تجد ولن تستطيع. الحل هو إعادة رسمي وتخطيطي بتطوير العشوائيات وتعويض من فيها وهدم ما يخالفها. أتريدين ترميم إذن؟ لا، بل ثورة ضد كل ما هو قبيح حتى يعود لي صبايا وجمالي.